لو عندك اللبن قطع منك او راب منك بالشكل ده اوعي ترميه. تعالي بقى هاتي كيلو دقيق وتعالي اعمليه احلى قرص خمره او فطاير كده محشيه بالملبن او بالجبنه، طعمها خطير تحفه، وهتعمليهم في 10 دقايق للفطار طعمهم بجد تحفه، وما نخسرش اللبن ونرميه. بصوا بقى الفطاير طالعه حكايه، شكلها مغري، عايزه بس كوبايه شاي وكده تمام قوي. بصوا الشكل عامل ازاي، دي محشية ملبن طعمها تحفة، فطاير خمرة كده باللبن الرايب، جميلة جميلة هتعجبكم. قبل ما نبدأ كده نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ريت بقى لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب للي أول مرة يشوف القناة. ادي الفطاير خطيرة، والكيلو دي اللهم بارك ما شاء الله طلع كمية كبيرة، يعني تقدري تاكلي منهم والباقي حطيه في كيس او في علبة محكمة كده وتدخليه التلاجة، تطلعي منها كل يوم تسخنيهم كأنك لسه عاملاهم طازة بالظبط. بصوا شكلهم تحفة. نقول بسم الله كده. عندي كيلو دقيق اهوت، افضيه بقى في حاجة واسعة كده اللي هنعجن فيها بالشكل ده. وتعالوا بقى حاجات مكونات بسيطة قوي قوي اقتصادية، يعني هتعمليهم من حاجات بسيطة خالص. حطي عليهم كيس خميرة او معلقة كبيرة، ونص كيس من بيكنج الباودر او نص معلقة بالظبط، وعليهم كيس فانيليا. عايزة تحطيه حطيه، مش عايزة بلاش، ولكن بيخلي ريحة الفطاير حلوة كده وطعمها لذيذ، ريحة طيبة كده. عندي بقى كوباية من السكر. حد يقول لي كوبايه كبيره، ده على حسب ما انتوا عايزين، ممكن تخليها نص كوبايه او 3 معالق او 5 معالق على حسب. انا عايزاهم مسكرين وبرده هناكلهم بالجبنه وهناكلهم بالملح. حطيت نص معلقه من الملح، وعليها نص كوبايه من السمنه، وكوبايه من الزيت كده بس. تمام كده زي الفل اهو. مكوناتها بسيطة خالص اقتصادية ومن البيت، وهتعمليهم وانت واقفة في 10 دقايق يكون عندك احلى فطاير خمرة في الجو الحر ده، هيطلعوا في ثانية. خلاص كيلو دقيق عليه كوباية من الزيت ونص كوباية سمنة وكوباية سكر او نص كوباية على حسب ما بتحبوها مسكرة او كده، وعليها نص معلقة من الملح. قلبي بقى كل ده، حطي معلقتين خل بيخلي المعجنات هشة وحلوة قوي، وادي اللبن اللي قطع مني او اتضرب مني على حسب الكمية. يا سلام، اللبن ده بيخلي الفطاير تحفة، تحسي بفطاير زمان الفلاحي اللي كنا بناكلها زمان الحلوة قوي دي. وهنعجن بقى كل العجينة دي، قلبي كويس قوي وبايدينا بقى نعجنيها ونخدمها حلوة قوي كده ونركن. الجو طبعا حر نار، مش هتاخد 10 دقايق بالظبط ما شاء الله اللهم بارك هتلاقيها خمرت منك. ادي كده العجينة اهي بتاعتي ما شاء الله لما تبقى حلوة خالص. وانا نزلت باللبن تدريج، يعني لسه في الكسرولة لبن. في الاخر خالص نسيت احط لها معلقتين سمسم، حطيت في الاخر خالص، وهديها عجنة كمان كده هو التقليبة حلوة، السمسم يتداخل فيها وخلاص كده زي الفل. خدت حاجة ما خدتش 5 دقايق وانا واقفة اهي كده زي الفل. غطيها بالفوطة واركنها في اي مكان 10 دقايق بالظبط. يعني لميت كل الحاجات اللي على الرخامة دي، وتعالوا بقى نقطع بالشكل ده. عندي الصاجين اللي هقطع فيهم دهنتهم ريحة سمنة او زيت، وتعالوا قطعها. قطعي زي ما انت عايزة بقى، كبيرة صغيرة. انا هعمل وسط كده، تقطيعة وسط علشان ناكلها مع الشاي ومع الجبنة كده، حاجة بسيطة كده. خلاص هنقطع كده بالشكل ده. جت سلمى اهي قالت لي انا عايزه واحده محشيه ملبن عملتها بقى وقطعت معايا كده خلاص. ادي الفطاير ما شاء الله اللهم بارك طلع. هقطعهم بقى كلهم واسيبهم يخمروا تاني لتاني مره، وبرده مش خمر كتير 10 دقايق اهو كده ما شاء الله. هنبطط بقى الصاج الاولاني اللي قطعناه في الاول، بططيه تبطيطه بسيطه بالشكل ده، ما تضغطيش عليها قوي يعني ولا ارتفاع عالي اهي بالشكل ده كده. وبالشوكة ومشي الشوكة عليها، خرميها واحدة واحدة. انا كده خرمت الشوكة اللي هي محشية ملبن، عشان في محشي وفي سادة. انا خرمت كام واحدة محشيين ملبن كده عشان ايه اعلمهم لما يطلعوا من الفرن. وهتدخل الفرن بقى مولعة الفرن يسخن، دخليهم في الشبكة في النص وولعي من تحت وعلى نار هادية خالص خالص لحد ما تطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده. الله على الشكل والطعم والريحة. بصوا دي اللي محشيه ملبن زبده، كانك بتاكلي في حاجه قطنيه هشه وطعمها حلو قوي قوي. صحتين وهنا على قلوبكم. واتمنى فيديو النهارده يا رب يعجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. شفتوا خطيره وطعمها وهشه وحلوه قوي، ممكن ناكلها مع الجبنه
زي ما قلت لكم، مع شاي بلبن، مع ملبن، محشيه ملبن، خطيره. بس اهم حاجه هويها علشان تاكلي منها اللي تاكليه، والباقي يفضل حلو وما يبصي ولا يخسر في تاكلي بقى احلى فطاير. بصي، خطيره، قطنيه وهشه وطعمها لذيذ. ولو رايحه مشوار وخدتيها تفطري بيها في اي مكان كده، رايحه النادي، رايحه مصيف، في اي مكان، وعملتي شويه زي دول وحبيتيهم في بوكس كبير ولا علبه، يا سلام على جمالهم وطعامتهم في اي مكان. بصوا بقى مع الجبنه تحفه، الساده بقى مع الجبنه احشيها خطيره. اشوفكم فيديو جديد.